يعني الترشيحات الجماهيريه والاعلام بيرشحوا الاول كورتوفار كمركز اول، وانا برشح بترشح كورتوفار كمركز اول. اتمنى مصر طبعا او اي طبعا بس احنا بنتكلم على الترشيحات. الثاني مرشحين المغرب، الثالث الجزائر، الرابع مصر. طب والسنغال فين؟ مش محطوطه، يعني كانت حاجه المغرب. يعني انت كمان رايك معاهم ان هي المرشح الثاني، ولا انت شايف المغرب ممكن وارد ان هي تفوز بالبطوله؟ ممكن، كل حاجه وارده في كره القدم يا كابتن. يعني الاول كورتوفار والثاني المغرب والثالث الجزائر، يعني برضه حته ترشيح. كما شفتوا في الفيديو الخوت او مقتطف من الفيديو، فان الاعلام المصري كيتوقع وكيتحدث على المشاكل او نقاط القوه ونقاط الضعف ديال المنتخب المغربي اللي كاينه في كاس افريقيا. غنكملوا على الفيديو طبعا، مولا ما ديروا لايك واشتراك في القناه ديالنا الخوت. التفاعل دائما نقص في القناه ديالنا الخوت، وماشي كاس افريقيا، وكنوجدوا له ان شاء الله باش نعدلوا احسن تغطيه تكون ان شاء الله. واشتركوا في القناه ولايكنا الفيديو باش يطلع هذا الفيديو هذا ويطلع القناه ديالنا، باش ان شاء الله في كاس افريقيا نكونوا واجدين ونفرحوكم ان شاء الله ونفحروكم كما قال حكيمي. ونخليكم مع باقي الفيديو. المغربي، المنتخب المغربي مرشح وبقوه، بس دايما المغرب عندها مشكله مردودها وادائها ونتائجها في كاس الامم غير كاس العالم. بتتاهل كاس العالم، بتعمل عروض رائعه جدا، شفنا اجيال عظيمه جدا بتيجي في كاس الامم بتاريخها بقدرها الرهيب ده ما خدتش غير كاس الامم مره واحده سنه 76. خدتهم مره واحده. هو بالنسبه يعني الترشيحات الجماهيريه والاعلام بيرشحوا الاول كورتوفار كمركز اول، وانا برشح بترشح كورتوفار كمركز اول. اتمنى مصر طبعا او اي طبعا بس احنا بنتكلم على الترشيحات. الثاني مرشحين المغرب، الثالث الجزائر، الرابع مصر. طب والسنغال فين؟ مش محطوطه، يعني كانت حاجه. طب المغرب، يعني انت كمان رايك معاهم ان هي المرشح الثاني، ولا انت شايف المغرب ممكن وارد ان هي تفوز بالبطوله؟ ممكن، كل حاجه وارده في كره القدم يا كابتن. يعني الاول كورتوفار والثاني المغرب والثالث الجزائر. يعني برضو حته ترشيح الجزائر الثالث دي انا تاني هتكلم لسه على الجزائر. يعني هي فرقه كويسه طبعا، ولعيبه عندهم خبرات، وفيهم عندهم لعيبه محترفين بره كتير في المانيا واسبانيا وانجلترا. كلهم فدي بتدي قوه. حته الاحتراف قليل في الخليج، احنا عندنا قليل في الدوري المحلي، يعني زي يحيى عطية الله في الوداد، زي الحارس محمد الشيبي. كنا عرضنا تقرير وعرضنا تدريبات المغرب. محمد الشيبي من ضمن الاختيارات، انا كنت سعيد جدا انه تم اختياره ضمن القائمه. الدوري المصري طبعا في نادي بيراميدز، في يحيى عطية الله من الوداد، في حارس المرمى الاحتياطي برضه من الجيش الملكي، لكن الباقي كله لاعبين محترفين بره، وفي انديه كبيره جدا. بتدي قوه جامده جدا. احنا عندنا 8 محترفين، لما تيجي تقولهم محمد صلاح وتريزيجيه ومين تاني ومصطفى محمد ومصطفى محمد وتريزيجيه وكوكا، يعني 6 لعيبه. مش كتير طبعا، مش كتير. وبعدين مني اللعيبه بتاعتنا مش اساسيين كلهم في الفرق بتاعتنا. المغرب التشكيله بتاعتها المحترفين تركز على المحترفين، يمكن 14 لعيب من المحليين. طيب انت بتشوف انه المغرب وليد رجراجي عمل حاجه بس اسالك عليها، صح ولا لا؟ في ماتش اتلغى اللي هو كان مع جامبيا يوم 7 بعد بكره، وهيطلع على طول على كوت ديفوار ويقعد. هم هيلعبوا لحسن حظهم اول ماتش يوم 17، هيقعد كده عمل معسكر 10 ايام او 11 يوم لغايه موعد الماتش. انا تالي اللي عمله الرجراجي كلام مظبوط جدا، ان هو عشان اللعيبه بتاعته تعتاد خاصه المغرب الجو فيها كمان اكثر بروده مننا ومن تونس. طبعا، والرطوبه انت سيادتك بتقول ان الرطوبه 80%، دي صعبه. يعني انت بتشوف انه المغرب ضمن فرق المربع الذهبي. طبعا بس طبعا الكره فيها كل حاجه. يعني وطبعا عندهم بقى حكيم زياش، النصيري، اشرف حكيمي لعيب ممتاز. طبعا اشرف حكيمي لعيب خد السوبر لسه مع باريس سان جيرمان. هم عندهم لعيبه كويسه، وعندهم الاحتراف كتير قوي. لعيبه الجزائر والمغرب وتونس عندهم لعيبه كتير جدا محترفين بره، ودي بتدي قوه للفرق والفرق الافريقيه كلها كده. ماذا عن الجزائر يا كابتن؟ الجزائر برضو جمال بالماضي يعني بيبان ان هو مش مهتم بالبطوله قوي تصريحاته، بس انا واثق انه جمال بالماضي هيعمل حاجه كويسه ومركز جدا، وراح قبلها بفتره وما بيهرجش. عامل ماتشين وديتين 7 و10، وبعدين توجو اختار البلد اللي نفس مناخها زي نفس المناخ بتاع، وبعدين يطلع على كوت ديفوار. مجموعه الجزائر برضه اقول لحضرتك هم معاهم الجزائر هيلعبوا انجولا، ومعاهم كمان بوركينا وموريتانيا.
يعني انا تالي دي اقل مجموعه دي يا كابتن. تالي اضعف مجموعه. يعني بوركينا فاسو كانت لها وقت معين كانت كويسه جدا، لكن قلت مستواها قل دلوقتي. السنين الاخيره دي مستوى بوركينا فاسو قلت جدا. موريتانيا طيب، موريتانيا ساعات بتعمل مباريات الاسود دي كانت ساعات بتعمل مباريات ثالث مره تتاهل دلوقتي. موريتانيا بقت فرقه هايله جدا. طيب المنتخب الجزائري يعني شايف انه هيروح بعيد برضه يكمل؟ ممكن يوصل لدور الثمانيه. ما هو الاول دوري المجموعات، ومن بعد دوري المجموعات هيبقى خروج المغلوب. 2 في 6 مجموعات ب 12 واحسن 4 توالت. هيعملوا خروج المغلوب بقى من دور ال 16. من بدايه دور ال 16 خروج المغلوب من مره. كما شفتوا فهذا هما نقاط الضعف ونقاط القوه ديال المنتخب المغربي بالنسبه للمنظور المصري او الاعلام المصري او المحللين المصريين حول هذا التظاهره اللي مجاليه كاس افريقيا. وان شاء الله نمشيو فيها بعيد، وعلاش ما نديوهاش ان شاء الله. وكما كنعرفوا وليد الركراكي قال باللي هو اذا ما وصلش للنصف النهائي فانه غيمشي بحاله. نتمنى ان شاء الله يوصلنا الفينال ويكون واحد المرتبه ديال انتفاضه المنتخب المغربي. فالمنتخب المغربي كاين سواء بالركراكي ولا بلا ركراكي، الا انه خصنا نستغلوا الحماس ديال اللاعبين مع هذا المدرب هذا، وان شاء الله نمشيو بعيد. وشكرا بزاف للدعم ديالكم، ما تنساوش ديروا لايك، كثروا من اللايكات الخصوصا في الكومنتيرات، ساعدوا لنا هاك ولا صنف الكومنتيرات عندنا مونيكو. المهم عندنا شي حاجه في الكومنتيرات واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. وشكرا بزاف للدعم ديالكم.